السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الإفتاء المصرية حددت زكاة الفطر هذا العام 35 جنيه. دار الإفتاء لما بتحدد على قوت غالب أهل البلد أو غالب قوت أهل البلد اللي هو الرز والدقيق اللي موجودين في كل البيوت، بيت الفقير وبيت الغني. والقيمة 35 جنيه دي الحد الأدنى، ما ينفعش أطلع 30 جنيه وأقول دي زكاة الفطر. طيب هل نخرج زكاة الفطر حبوب ولا نخرجها نقود؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد وعلى كل إنسان، حتى الطفل الذي يولد قبل الخروج لمصلى العيد بنخرج عليه زكاة الفطر. تمام. الإمام أبو حنيفة قال إن إحنا يجوز لنا أن نخرج القيمة، وضرب أمثلة كثيرة جدا. زكاة الزروع والثمار أهل اليمن لما كانوا بيخرجوها، سيدنا معاذ ابن جبل قال هاتوها أقمشة وهتكون أنفع لأهل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهتكون أيسر لكم لأنهم كانوا مشتهرين بصناعة الأقمشة. وأجازوا يعني أخذ زكاة الإبل غنم، فقال إن إحنا ينفع ناخد قيمة الزكاة، واستدل بأدلة كثيرة، وقال إن هو أدرك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون زكاة الفطر نقدا. فمصلحة الفقير في يوم العيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم تكون بالمال. وشاهدت بنفسي والله بعض الناس كان يصر ان هو يخرج زكاة الفطر حبوب ويقول انا استن بسنة رسول الله والتزم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يروح السوبر ماركت يجيب الحبوب ويوزعها على الناس، والناس تاخدها وتروح لبتاع السوبر ماركت ترجعها مرة تانية. فبنقول عاوز تستن وتلتزم حرفيا بالنص، هذا يعني لا حرج عليك، ولكن احنا بنقول مصلحة الفقير أولى، حتى يعني يتدبر أمره في يوم مثل هذا، يشتري لأبنائه لبس العيد ويوسع عليهم في هذا اليوم. ولكن احنا بنقول القيمة 35 جنيه. معظم دور الإفتاء في العالم الإسلامي أجازوا إخراجها نقدا، ولازم نخرجها قبل الخروج لمصلى العيد. حتى لو الطفل ولد قبل الخروج لمصلى العيد بندفع عنه زكاة الفطر. المرأة الحامل لا يعني نخرج على الجنين الذي لم يولد زكاة الفطر. وكل عام وأنتم بخير.